في قرية تركية بسيطة بدأت حكاية سيهتز لها وجدان كل من يسمعها. حكاية عن ميمو الأب الذي يمتلك قلب وعقل طفل، وابنته أوفا التي كانت كل عالمه. ميمو لم يكن رجل عاديا، كان يرى العالم بألوان البراءة، لكن القدر كان يخبئ له امتحانا لا يطيقه بشر. بيبدأ الفيلم في سنة 2004. بنشوف عروسة زي القمر في يوم فرحها، بتسمع في الراديو خبر تاريخي، وهو إلغاء عقوبة الإعدام في تركيا. في اللحظة دي بتمسك علبة قديمة فيها أنف مهرج أحمر، وبتبدأ تفتكر الحكاية اللي بدأت من 21 سنة. سنة 1983 في قرية بسيطة كان يعيش ميمو، رجل طيب جدا ومصاب بإعاقة ذهنية بتخليه يتصرف كأنه طفل. ميمو كان راعي غنم، عايش مع بنته أوفا وجدته فاطمة. الجدة كانت هي اللي شايلة البيت، وبتحاول تحمي ميمو من تنمر الناس، وبتربي أوفا على حب أبوها رغم حالته. ميمو كان حلمه إنه يشتري لأوفا شنطة عليها صورة هيدي، بس كانت غالية عليه، فقرر يشتريها ليها لما يبيع حلوى التفاح في العيد القومي. ولكن في اللحظة الأخيرة يشتريها قائد عسكري لابنته سيدا، وكان القدر مخبي له حاجة تانية خالص. في يوم مشؤوم ميمو بيشوف بنت القائد العسكري سيدا وهي معاها الشنطة، وكانت بتلعب عند صخرة عالية، وبدأ إن هو يلعب معاها، وبتقول له لو مسكتني هديك الشنطة. وهو بيلعب معاها حاول ميمو تحذيرها بكلماته البسيطة، ولكن البنت بتتزحلق وبتقع في البحر، وبترتطم رأسها بصخرة وبتموت. ميمو بيحاول ينقذها وهو بيصرخ ببراءة، لكن والدها القائد بيوصل وميمو شايل جثتها، وبيفتكر إن هو اللي قتلها. وبسبب نفوذه بيؤمر بسجن ميمو وتعذيبه عشان يعترف بجريمة هو ما عملهاش. ميمو ما كانش فاهم حاجة، كان كل اللي بيقوله أنا لازم أروح لأوفا، الجدة مستنياني. وبسبب نفوذ القائد تعرض ميمو لتعذيب وحشي ليوقع على اعتراف بجريمة لم يفهمها أصلا. تم إيداعه في الزنزانة رقم 7 مع أخطر المجرمين. في البداية استقبله السجناء بالضرب المبرح، لأن قانون السجن لا يرحم قاتل الأطفال. مع الوقت بيبدأوا يلاحظوا تصرفات ميمو، بيخاف من الضلمة، بيلعب مع العصافير، بيتعامل بقلب طفل. ميمو ببراءته بدأ يغير كل شيء. وفي إحدى المشاجرات ضحى ميمو بنفسه وتلقى طعنة بدلا من حافظ رئيس الزنزانة. هنا بدأ السجناء يشكون هل يمكن لقاتل أن يضحي بحياته لإنقاذ غيره. هنا القلوب القاسية بدأت تلين. السجناء الذين تأكدوا الآن من براءته قرروا فعل المستحيل بتخطيط من حافظ ومساعدة الحراس الذين تعاطفوا مع ميمو. نجحوا في تهريب أوفا داخل عربة الطعام لتدخل الزنزانة لمقابلة والدها. تلك الليلة كانت المعجزة. المجرمون تحولوا لأطفال، أحدهم غسل وجهه والآخر خبأ سجائره، وقضوا ليلتهم في اللعب مع أوفا. ميمو استعاد روحه، لكن الوقت كان يداهمه، فحكم الإعدام قد صدق عليه. بينما كان ميمو يذبل بعيدا عن ابنته، توفت جدته حزنا عليه، وأصبحت أوفا وحيدة. أوفا لم تستسلم. بمساعدة مدرستها وجدت الجندي الذي كان مختبئ في مغارة، وهو الوحيد الذي رأى سقوط سيدا بالصدفة. تم إحضاره للسجن سرا ليعترف، لكن القائد العسكري الذي أعمى كره قلبه علم بالأمر. في مشهد في قمة في القسوة قام القائد بقتل الشاهد بدم بارد ليمحو أي فرصة لبراءة ميمو. ميمو سيعدم غدا ولا يوجد أمل. هنا تظهر عظمة الروح البشرية. السجين يوسف العجوز الذي كان يعيش نادما على قتل ابنته في الماضي قرر أن هذا هو وقت التكفير عن ذنبه. قال لمدير السجن أنا ليس لدي أحد ينتظرني، لكن ميمو لديه أوفا. وفي ليلة الإعدام وبخطة سرية مع مدير السجن تم تبديل ميمو بيوسف. سيق يوسف للمشنقة وهو يبتسم لأنه سينقذ ميمو، وفي نفس الوقت كان ميمو يهرب داخل صندوق خشبي خارج السجن. ميمو يلتقي بأوفا على قارب صغير في عرض البحر، يبتعدان عن الظلم، بينما يترك لهما مدير السجن حقيبة فيها أموال ليبدأوا حياة جديدة في مكان لا يعرفهم فيه أحد. اكتبوا لنا في التعليقات لو الفيلم عجبكم، وما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير للفيديو.